ربنا ذكر في القرآن الذكر والأنثى في أمور كتيرة جدا، لكن لما ذكر المهام قال رجالا ونساء، ما قالش ذكر وأنثى. لما ربنا ذكر المسؤوليات قال الرجال قوامون على النساء، ما قالش الذكر قوام على الأنثى، لأنه في فرق كبير قوي بين الذكر وبين الراجل. ربنا قال إنه في ذكور وفي المواريث ذكور وإناث، لكن في المهام لما عايزينه يبقى مسؤول عن واحدة الرجال قوامون على النساء. طب إيه الفرق؟ الفرق إنه على فكرة القوامة هي مسؤولية الراجل تجاه أي ست، مش بس مراته، مش بس أمه. لو واحد ماشي في الشارع ولقى واحدة عندها أزمة أو عربيتها حصل فيها مشكلة وما اهتمش وسابها، أو لقاها مثلا لوحدها ومعهاش حد وما اهتمش، ينقص من قوامته. القوامة على أي ست. واحد شايف زميلته بتشيل ملف كبير مش قادرة تشيله، لو ما ساعدهاش عنده خلل في القوامة، وإذن في خلل في الرجولة، لأنه القوامة أول معنى من معاني الرجولة. لو واحد شاف، أنا بقول لك إيه، لو اتنين ماشيين في الشارع ما يعرفوش بعض، راجل وامرأة، لو احتاجت المساعدة وما قدملهاش المساعدة أصبح ذكر، تحول، لأنه الرجال قوامون على النساء. على فكرة ده جملة خبرية، الراجل قوام على أي مرأة، يقوم على أي احتياج يقدر يقوم بيه ما تقدرش تقوم بيه المرأة. فإذا حدث خلل يبقى الجملة الخبرية ما تمتش، الرجال قوامون على النساء، فإذا كان مش قوام على النساء لم يصبح من الرجال. مسؤولية إن الإنسان يبقى راجل دي مسؤولية كبيرة، دي مسؤولية على فكرة، وده ابتلاء على الرجالة، إنه علشان يكون راجل في أمور لازم يقوم بيها، لو ما قامش بيها بقى ذكر ورجع بقى الطبيعة، بقى ذكر عادي خالص، لكن ما تطلبش منه حاجة. لأنه ربنا لما قال القوامة على فكرة قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، يعني حط الفلوس، الإنفاق عامل من العوامل اللي بتسبب القوامة. لو احنا اتنين قاعدين مع بعض، واحد قاعد مع زوجته، الفطرة بعيدا عن الدين حتى ان هو اللي يصرف، حتى لو متجوز واحدة عندها مليارات، واذا حدث خلل وبقت هي اللي تصرف حصل خلل، والخلل لازم في النهاية يجيب مشاكل او يجيب انفصال او يجيب خلل لنظرتها فيه. ودي حقيقة تكون الراجل عليه مسؤولية، وللأسف الراجل بيطلع عينه، لأنه علشان يبقى راجل ما ينفعش مراته مثلا تحتاج حاجة مضطرة تعملها وهو يقول لا خلاص مش دعوة، عندها مشكلة في مش عارف ايه يقف لها جوزها لأنه راجل. فأمام المسؤوليات اللي ربنا حطها عليه والابتلاء اللي ربنا حطه عليه، انه يكون قوام على مراته وولاده. ابنه عنده مشكلة فيقف له، بنته محتاجة كذا فيقف لها. مسؤوليات ربنا حطها عليه. علشان كده أمام هذه المسؤوليات ربنا جعل صلاحية للراجل على المرأة، صلاحية للراجل إنه يأمرها، إنه يقول لها رايحة فين وجاية منين، إنه يقول لها اتأخرتي ليه. السيطرة، المسؤولية والتبعية جاية بسبب القوامة، بسبب إنه عايش حياته كلها عشان يكون راجل عليه مسؤوليات. يصحى من النجمة لو في مشكلة، يجي من البيت، يجي من الشغل تعبان ومتمرمط، المشكلة تحصل هو اللي يتحرك، هو اللي يقوم. ممكن ان هي تساعده او تحاول تحل معاه، لكن الاصل الثابت انه الزوج هو اللي يقف في اي مشكلة.